ياما ناس بتبيع ضميرها عشان الفلوس، وياما رجالة ممكن يبيعوا مراتاتهم بأبخس تمن. أنا بسملة، عندي 35 سنة، وحكايتي النهاردة عن غدر أقرب الناس ليا، وعن الراجل الرخيص اللي باع مراته وصاحبه عشان يسدد ديونه. اسمعوا حكايتي لحد الآخر عشان تشوفوا الدنيا دوارة، واللي بيظلم بياخد جزاته حتى لو بعد فترة. في يوم كنت قاعدة في شقة حماتي ماسكة سندوتش في إيدي وباكله. جوزي حمزة بيصلي وبعدين بدأ يزعقلي ويقول: هو ده اللي فالح فيه الأكل وبس؟ اطفحي يا أختي اطفحي، أنا اللي محروق دمي ليل نهار وعايلة سدد ديونك. استغربت وقلت له: ديون إيه؟ اللي بتتكلم عنها دي يا حمزة انت عارف كويس قوي إن ما كانش عليا فلوس. رد عليا بعصبية: عمك بقى اللي منه لله خلاني أخد قرض من البنك عشان أتجوزك بسرعة، وفي الآخر الديون كلها اتلبتت على دماغي، وانتي ولا فرقة معاكي وشغالة بس أكل. انت شايفني باكل سندوتش لحمة ولا فراخ؟ لأ، سندوتش جبنة. أمك حنت عليا أخيراً بعد ما طلعت عيني ليل ونهار في تنظيف الشقة، وادتني السندوتش ده عشان أكله. عجبك الكلام ده يا حمزة؟ أهو خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم علينا. حماتي اتدخلت وقالت: ما أنا قلتلك عمو ده واحد نصاب. هي بتقول: يلا قومي يا بنتي هاتيلي أي لقمة عشان أكلها وانزل أشوف هتصرف إزاي في المصيبة دي. بس حمزة قال لها: ما تجيبي السندوتش اللي في إيدك دي يا بنت. اديته السندوتش وسكت، ودخلت المطبخ وهو قاعد بيفتكر كل اللي حصل قبل جوازنا. في يوم كان قاعد مع عمي أحمد على القهوة وقال له: أنا بجد هبقى مبسوط وسعيد قوي لو وافقت إني أتجوز بنت أخوك المحترمة. عمي رد: لا طبعا أنا مش موافق وما عنديش بنات للجواز. حمزة قال: مش كده خالص، مرضتش أتكلم معاك ولا حتى أقدم لها غير لما أخلص كل اللي ناقصني في شقتي الأول عشان أكون مستعد للجواز. عمي سابه ومشي. رجعت البيت لقيت مراته هدى بتزعق وبتقول: انتي يا بنت بسملة عينتي عمية وما بتتشوفيش خالص، أنا قلتلك 1000 مرة بلاش الشقة بالمنظر ده، ولما أرجع ألاقيها زي الفل، انتي ما بتفهميش خالص. أنا حاولت أهديها وأقول: أنا بقولك إيه يا هدى، أنا عايزاكي تفلي شوية، البنت خلاص كبرت وحلاوتها اتدورت وكل يومين بيجيلها عرسان. هدى كانت خايفة على مستقبل البيت والمحل وبتقول: لو فكرتي مجرد تفكير تتكلمي معاها نص كلمة هعمل فيكي إيه؟ دي بنت أخويا وأنا عمري ما هربى أبداً إن أي حد يني عليها. وبعد كلام كتير هدى سابت البيت ومشيت. عمي أحمد قال لي: يا بسملة في عريس كويس قوي جايلك وابن الست إحسان، حمزة، أنا شايفه عريس مناسب. أنا كنت خايفة إن اللي هيتجوزني يكون طماع في المحل بتاع أبويا، لكن عمي طمني وقال: لو اتجوزتيه أضمن لك حاجة تعتمدي عليها. وفي الآخر حمزة اتفق وياخد قرض من البنك وكمل جهازي، وبعد الجواز الناس بدأت تتكلم. بعد شهر لقيت حماتي داخلة شقتي بتقولي: مش المفروض إن جوزك هو اللي يبقى واقف المحل بتاع أبوكي؟ أنا اتفاجئت وقلت: طب أنا مش هفرض حاجة، لكن هكلم عمي بكرة. لما رحت لعمي لقيته بيقول كلام صادم: انتي مالكيش عندي حاجة، أنا اتنزلت لعمك على المحل بيع وشراء. أنا كنت مصدومة مش عارفة أتصرف إزاي. حمزة بدأ يتغير، كان واقف مع ناس وبيقول كلام مش مريح. بعدين أكرم صاحبه ظهر وقال: البنت دي مناسبة وخليها تشتغل عندي لو انت محتاج. أنا رفضت في الأول، لكن الظروف والدين خلوني أوافق إني أشتغل عند أكرم مؤقتاً، كله عشان أقدر أخلص القرض. لكن اللي حصل بعد كده كان أقسى مما أتخيل. في فيلا أكرم، مجدي السواق حاول يصر عليا بطريقة مش كويسة وضربته بالقلم على وشه. رحت ومشيت من المكان منقهرة وبكيت. وبالليل في بيت عمي أحمد حصلت كارثة. عمي شاف هدى ومحمود في حاجة وحشة، غضب وخطف سكينة وضرب هدى لحد ما ماتت. محمود هرب وعمي اعترف وراح الحجز. بعد كل ده رجعت لحمزة أحكي له الحقيقة، بس هو برد بكل برود: أنا مش هرد الفلوس اللي أخدتها من أكرم، أنا محتاج فلوس قوي. وبعد ساعات أكرم عرض عليه فلوس مقابل إنها تطلع، يعني يخلصها ويخليها تروح. وأنا في وسط كل الصدمات دي حمزة جاب المأذون وطلقني وأخد كل الفلوس اللي اتفقوا عليها.
بعد شوية حمزة واتعرض لحادث على الطريق. العربية خبطته. المستشفى قالت إنه ممكن يفقد رجليه، وحماتي كانت قاعدة تبكي. الناس شافت الجزاء اللي حصل. أنا بقيت حرة بعد الطلاق، ومع الوقت رحت لعمي واللي ندم وحس بالذنب جدا، وكتب المحل باسمي تاني توبة عن اللي عمله. بعد كل اللي حصل، أكرم رفض إن أنا أشتغل في المكان تاني، لكنه قدم لي حياة كويسة. اتجوزته وعشت معاه هو ومامته أحسن أيام حياتي. اتعلمت درس مهم: اللي يبيعك بالرخيص عمره ما هيشوف لك أي قيمة. اللي ظلمني خالد خس كل حاجة، وربنا ما يهملكوش. في نهاية الحكاية بقول: مش كل القرايب حبايب، ومش كل اللي بيضحك في وشك بيحبك بجد. ما ترخصيش نفسك ولا تدوسي على كرامتك عشان أي حد. وجع القرايب أصعب بكتير من طعنة الغريب.